ايه، صباح الخير على كل اللي بيتابعني واللي مش بيتابعني وما يعرفنيش. انا لونا. مفيش رمضان من غير خشاف. تعالى اوريكم اسهل واطعم طريقه تعملي بيها في البيت من غير اي مجهود. طبعا كلنا بنعمله، بس في تركايه كده انا بحب اعملها وبتطلعه حلو قوي للناس اللي بتحب الخشاف. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك للقناه وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. بالنسبه للخشاف المصري، في ناس بتحبه باللبن وفي ناس بتحبه بقمر الدين، زي ما انتوا حابين. انا بالنسبه ليا دي كوبايه الخشاف اللي بجد بتخليني كده اسعد واحده في الدنيا. بستنى رمضان علشان اعملها، لان هي ما بيبقاش ليها، انا ممكن اعملها في اي وقت اكيد، بس هي بيبقى ليها طبعا طعم مختلف في رمضان. شايفين شكلها؟ طبعا مكونات الخشاف على حسب ما انتوا بتحبوا المكونات بتاعته ايه، بس طبعا المكون الاساسي والرئيسي هو البلح. مش اي بلح، مش بلح عجوة، بلح ناشف. ده بيبقى فيه منه انواع كتير قوي عند العطار. جيبوا النوع اللي مفضل ليكم. ده كده البلح طبعا بنغسله يا جماعة كويس جدا، لان بيكون عليه تراب وده مهم جدا. وبعدين بفصصه، بشيل النوى بتاعته. وهنا انا استخدمت اغاثيا واستخدمت تين مجفف وزبيب وجوز الهند. دي كده كل المكونات اللي انا استخدمتها. ببتدي اجيب بقى اي حاجة عندك تكون يعني تحفظي فيها الخشاف، لان هو طبعا بيتعمل وما بيتاكلش في نفس الوقت. بنزل بقى كده بالبلح بتاعي، وبكون اهم حاجة غالية لبن على جنب. انا هنا بعمل خشاف باللبن. تقدروا تستبدلوا اللبن ده بمية وتحطوا فيها قمر الدين، وتحطوا المية تكون مغلية وتنزلوا بالقمر قمر الدين فيها، وتسيبوه من ساعة لساعتين وتنزلوا بالكمية القمر الدين على كل المكونات دي. وده خشاف بقمر الدين لو مش حابين اللبن، بس انا بالنسبة لي اللبن بحب الخشاف بيه جدا. هنا بقى التركاية ان انا بكون مدوبة في اللبن ده معلقتين كده كبار من الكريمي شانتيه. عايزه اقول لكم بتخلي طعم الخشاف كريمي. ده ولا ايس كريم، والله كانكم بتاكلوا الايس كريم، ايس كريم مش خشاف كده عادي. جربوا تحطوا معلقتين كريم شانتيه في اللبن وهو سخن كده، وتقلبوهم وتنزلوا باللبن كده على كل المكونات الجميله دي. وانا بسيبه ليله كامله. شايفين اللبن تقيل؟ احنا طبعا ما بنضيفش اي سكر، لان السكر في البلح، يعني البلح اصلا بينزل السكر بتاعه في اللبن، فبيخليه مش محتاج اي سكر خالص، وده طبعا صحي اكتر. فعايزه اقول لكم مغذي ومفيد جدا. بس التركية اللي بعملها اللي قلت لكم عليها اعملوها وجربوها، وهتفرق معاكم جدا في الطعم. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وكل سنه وانتم طيبين.